عمرك حسيت انك متراقب؟ مش متراقب من شخص، لأ، متراقب من حاجة تانية. حاجة انت مش شايفها بس هي حاضرة. هي بتراقبك وبتتفرج عليك، ويمكن كمان مستنياك. وانا بصراحة ما كنتش بآمن بالحاجات دي لحد ما جيت انقل في الشقة الجديدة. انا اسمي محمد ياسر، ودي حكايتي، او مش حكايتي، ده اعترافي. لأن بيبقى في لحظة معينة في حياتك بتحس فيها إن كل حاجة اتغيرت. مش اتغيرت فجأة، بس بهدوء. زي بالظبط ما الرعب بيزحف على أطرافك وإنت مش واخد بالك. واللحظة دي بالنسبة لي بدأت يوم ما شفت حد بيبص لي من البلكونة. حد مش طبيعي، أو يمكن مش بني آدم. كنت لسه ناقل في الشقة الجديدة، في منطقة هادية بعيدة عن الزحمة. الشقة كانت في الدور الرابع. هي شقة بسيطة جدا بس فيها حاجة مريحة للنفس. البلكونة بتاعت الشقة كانت بتطل على عمارة تانية قدامي. في الأول كان كل شيء عادي. نقلت حاجتي ونضفت الشقة ورصيت دنيتي كده وظبطت حالي. الليلة الأولى عدت هادية، مفيش أي حاجة. بس الليلة التانية لأ. الليلة التانية دي كنت واقف في البلكونة بعد نص الليل بشوية. الجو كان هادي، مفيش غير صوت العربيات. وفجأة كده حسيت إن في عين بتبص عليا. ببص قصادي على البلكونة اللي في العمارة التانية، لقيت حد واقف. كان واقف ما بيتحركش، كأن الزمن واقف عنده. الضلمة كانت مغطية ملامحه، بس عينه كانت باينة. والعين دي كانت بص عليا جامد أوي. هي فعلا ما كانتش بصة عادية. حاولت إن أكدب نفسي وقلت يمكن ده حد من الجيران وواقف في البلكونة يشم هوا. بس الغريب إن الدور اللي فيه البلكونة ده، ما أنا ما شفتش شي بني آدم من ساعة ما جيت. وغير كده أنا كنت متأكد إن الشقة اللي فيها البلكونة دي ما كانش ساكن فيها حد. وحرفيا من ساعتها في نفس الميعاد كل ليلة كنت أبص ألاقيه واقف. هو ما بيتحركش، ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيبص عليا. الموضوع ده دخل في دماغي جامد اوي. بقيت انام متأخر واصحى ما بالليل مفزوع. وغير كده انا حلمت بيه اكتر من مرة. واكتر حاجة كانت بترعبني ان كل مرة في كل حلم، في كل ليلة، كان بيقرب اكتر. وانا ما كنتش بقدر اتحرك، كأن رجلي مربوطة بالارض. كأن الحلم اللي انا كنت بحلمه ده واقع مش خيال. عدى عليا أسبوع، وساعتها كنت بحاول أقنع نفسي إن كل اللي بشوفه ده مجرد وهم في وهم. وفي مرة صحيت من النوم، لقيت البلكونة بتاعتي مفتوحة، وحرفيا أنا متأكد إن أنا كنت قافلها بإيدي. فببص كده لقيت على الأرض تراب. ما كانش تراب طبيعي، كان تراب خفيف كده، كأن في حاجة دخلت من بره وسابت وراها أثر. وبدأت أسمع صوت خفيف زي الهمس كده عمال يقولي تعالى تعالى. خدت بعضي وطلعت أجري تحت في الشارع، وقررت إن أنا أروح وأسأل البواب عن الموضوع ده. كان البواب راجل عجوز كده قاعد تحت العمارة اللي فيها البلكونة الملعونة دي. قلت له وأنا مبتسم كده: يا حاج، يا الشقة اللي في الدور الرابع عندك فاضية ولا فيها ناس؟ بص لي جامد كده وقال لي: الشقة فاضية من 20 سنة يا ابني، من ساعة ما الست اللي كانت ساكنة فيها ماتت، ومحدش قدر يقرب من الشقة دي. فبسأله بحسن نية يعني، فبقول له: ليه يا حاج؟ قال لي: لأنهم كانوا بيشوفوها بعد موتها واقفة في البلكونة. كانت بتبقى بصة وساكتة، ما بتعملش أي حاجة غير إنها بتبص وبس.
بصراحة بعد ما البواب قال لي كده حسيت ان الموضوع بدأ يخرج عن الفكر بتاعي والمنطق بتاع البشر. حاولت برضه اقنع نفسي ان كل ده خيال وان انا بهلوس، بس اللي حصل تاني يوم خلاني اتأكد ان انا مش مجنون. صحيت قبل الفجر بحاجة بسيطة وانا متعمد ان انا ما ابصش عند البلكونة، بس اللحظة كده سمعت طق على الارض كأن حد داس على حاجة خشب. بصيت وانا قلبي اصلا هيتخلع من مكانه. لقيته لقيته واقف، بس المرة دي مش في البلكونة اللي قصادي، ده كان في بلكونتي انا. اه والله ده كان واقف في بلكونتي، كان واقف وفي ظهره كان في النور الخفيف اللي جاي من العمود اللي في الشارع، واقف عامل شبه الهيكل العظمي، وملامحه ما كانتش واضحة، وجسمه ما كانش طبيعي، كان طويل اكتر من اللازم. راسه كانت مايلة شوية وعيونه كأنهم حفرتين في وشه. حرفيا قلبي وقف ومعرفتش اتحرك لثواني. انا يعتبر كنت ميت، بس بعد كده جمعت كل طاقتي وصرخت بأعلى ما عندي وطلعت أجري. دخلت أوضتي وقفلت الباب بسرعة. قعدت ورا الباب وأنا حرفيا قلبي عايز يخرج من مكانه. في اللحظة دي اتأكدت إن اللي أنا شايفه ده مش إنسان، ده شيطان. بسرعة مسكت تليفوني وكلمت صاحبي فارس. هو جالي الصبح بدري ولقاني كنت مرعوب وأنا بحكيله اللي حصل. خدني ودخلنا مع بعض البلكونة. ما كانش فيه أي أثر لأي حاجة، بس هو قال لي جملة عمرها ما هتفارقني. قال لي: محمد، انت مش أول واحد تقول كده، في 3 قبليك نقلوا من الشقة دي وكلهم شافوا نفس الحاجة. وسألته قلت له: طب ايه ده؟ طيب جن ولا شيطان ولا ايه ده؟ قال لي: انا قريت قبل كده عن كيان اسمه الرقيب. ده مش روح بني آدم ولا قرينه ولا الكلام ده مخلوق بيظهر للناس اللي بتبقى على وشك ان هم يلمسوا حاجات ما كانش المفروض يلمسوها. بيفضل باصص، ولما ياخد باله ان هو بيبص بيقرب منه اكتر. قررت ان انا اراجع كاميرات المراقبة اللي كنت مركبها في الريسبشن، هي متوصلة بالبلكونة. ورجعت الفيديو بتاع الليلة اللي فاتت دي. كان في اللقطة دي مدتها 3 ثواني. اللقطة دي ظهر فيها ظل كان بيتحرك بسرعة من البلكونة لجوه الشقة. فضل يبص للكاميرا وبعدين اختفى. وقفت الفيديو وقلبت اللقطة دي فريم بفريم، وكان في فريم واحد بس قدرنا فيه نشوف وشه. حرفيا كان وش من غير ملامح. بعد الموقف ده انا بطلت انام. انا بقيت ببات برا الشقة وما بدخلش الشقة دي الا وانا في ايد القرآن وصحابي. وفي يوم رجعت لوحدي وكان غصب عني. دخلت ووقفت قدام المراية، كنت حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. فبصيت على نفسي كده لقيت انعكاسي بيبصلي، بس هو ما كانش بيتحرك زيي. رحت انا لفيت وشي بس هو ما لفش وشه، هو بس كان بيبتسم. فضلت واقف قدام المراية وانا متجمد. انا كنت بتحرك بس انعكاسي كان ثابت في مكانه، بيبصلي من جوه كأني انا الانعكاس وهو الحقيقي. بدأ يرفع ايده بس انا ما رفعتش ايدي. رحت صرخت بأعلى ما عندي ورحت قلبت المراية على الأرض. وكل الحتت المتكسرة من المراية كان عليها صورة وشي وهو بيضحك ضحكة خبيثة. أخدت قرار إن أنا هنهي الموضوع ده من حياتي خالص، وإن أنا مش هرجع الشقة دي مهما حصل. بس وأنا بلم هدومي رجلي خبطت في لوح خشب في الأرض. كان طالع لبره سنة بسيطة زي ما يكون في حاجة تحتيه. فتحت اللوح ولقيت جواه كيس قماش قديم. لقيت جواه ورقة صفرة مكتوب فيها بخط غريب أنا معرفتش أقراه، بس في آخر الورقة كان مكتوب جملة بالعربي، دي اللي عرفت أقراها. كان مكتوب: اللي يسكن يستحمل العواقب،
وحرفيا من يومها وانا كل يوم بصحى على حاجة غريبة في جسمي. اول يوم ببص في المراية لقيت عيني الشمال لونها اتغير حاجة بسيطة، وتاني يوم صوتي بدأ يبقى غليظ، وتالت يوم بقيت بحلم دايما ان انا واقف في بلكونة، بس مش بلكونة شقتي. كنت انا اللي واقف في البلكونة المسكونة دي وببص عليا. وساعات وانا صاحي كنت بحس ان انا مش انا، بحس ان في حاجة اتغيرت. صحيت في مرة لقيت نفسي في شقة تانية، انا مش فاهم وصلت هناك ازاي، بس انا متأكد ان دي الشقة اللي قصادي. والمفاجأة انها مش مهجورة، كانت كل حاجة فيها نضيفة ومترتبة، وكأنها كانت مستنياني اروح. بس الغريبة ان على الحيطة كان في مراية كبيرة كان ظاهر فيها وشي. لما بصيت فيها تاني ما لقيتش نفسي، انا لقيت اللي كان بيبصلي من البلكونة. ومن يومها وانا مش عارف اخرج، كل مرة بخرج من الشقة دي بلاقي نفسي جواها تاني. كل باب بفتحه بيدخلني نفس البلكونة، كل مرة ببص في المراية كنت بلاقيه، وكل يوم كنت بتحول عن اللي قبله. وكان في ليلة ما كنتش ناوي ان انا ابات فيها وخلاص همشي، لقيت نفسي هناك. كل ما بخرج برجع تاني، معرفش انا ازاي وصلت ولا دخلت امتى وازاي. بس المرة دي كل حاجة كانت مطفية، والهدوء في المكان كان تقيل قوي، كأن الهوا نفسه وقف. لقيت قدامي المراية الكبيرة اللي أنا أصلا كسرتها، بس كانت سليمة ومحطوطة في مكانها، وهو كان واقف جواها وبيبصلي بعينين سودا. بس المرة دي كان بيعيط، أيوة فعلا كان بيعيط. رحت قربت من المراية وقلتله بس بخوف: انت عايز مني ايه؟ انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ رد بصوت يشيب البني ادم وقال لي: انا مش عايزك، انا كنت انت. حرفيا عدت لحظة صمت قاتلة، وبعدين المراية اتكسرت لوحدها، كل الحتت اللي كانت مكسورة طارت عليا وعورتني، وبعدين اختفى. صحيت بعدها في المستشفى وبيقولوا ان هم لقوني مرمي في الشارع، كنت فاقد الوعي ووشي عليه اثار جروح من الازاز. رجعت شقتي بعدها بكام يوم، لقيت البلكونة مقفولة بخشب متين، وما كانش فيه اي مراية في البيت. بس المشكلة مش هنا، المشكلة اني من وقتها وانا بقيت حاسس اني مرصود. كل ما ابص في المراية بحس ان في حاجة بتتحرك ورايا، بس اول ما الف ما كنتش بلاقي اي حاجة. وساعات كنت ابص من البلكونة بالليل كنت بشوف حد واقف في البلكونة اللي قصادي وبيبصلي، وانا من جوايا متأكد ان هو مش بني ادم، بس كنت بستحمل عشان اعيش. وانا دلوقتي حكيت لك حكايتي، ويا ريت لو الحكاية عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتديني اللايك الجميل. ولو اي حد حصلت معاه حاجة مرعبة ياريت يسيبهالي في كومنت.